المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرثية، نسهلها بالعناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يجري مباحثات مع الفريق عبد الفتاح البرهان. تنظيم مهرجان الإرثيين في الدمام وضواحيها بالمملكة العربية السعودية. حاكم إقليم القشبركة يتفقد البرامج التنموية في مديرية منصورة. إيران تزيح الستار عن قاعدة كردستان العائمة والمدمرة سهند. ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي وكاراكاس تندد. وزعيم كوريا الشمالية يتعهد تجهيز قواته الجوية بأصول عسكرية استراتيجية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي عصر يوم أمس جلسة مباحثات رسمية مشتركة مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية بورسودان حول تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس إسياس في اللقاء موقف إرثيا الثابت والمبدئي من وحدة واستقرار السودان، مؤكدا بأن إرثيا ستقف إلى جانب الشعب السوداني حتى تحقيق السلام الدائم. وأكد الرئيس في اللقاء مع البرهان أن هذه الزيارة تأتي لتأكيد المؤكد من موقف إرثيا الثابت والمبدئي تجاه السودان ورسالة دعم للشعب السوداني والمجلس الانتقالي الذي يتحمل مسؤولية بقاء السودان مستقرا وموحدا. من جانبه ثمن الفريق البرهان موقف إرثيا تجاه الشعب السوداني النابع من العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، مؤكدا بأنهم سيعملون على الدفع بها وتمتينها لما فيه خير البلدين. في إطار زيارته لجمهورية السودان، التقى الرئيس إسياس أفورقي في مقر إقامته في قصر الضيافة بالعاصمة الإدارية بورت السودان. التقى برئيس الوزراء السوداني دكتور كامل الري إدريس وتباحث معه حول مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان والعلاقات الثنائية. وأكد رئيس السياسة أن زيارته للسودان تأتي لتأكيد المؤكد وتعكس تضامن إريتريا مع الشعب السوداني، وأنها ستبذل جهدها في سبيل تجاوز السودان أزمته الحالية. بدوره أكد رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس أن الشعب السوداني ينظر بعين الفخر والاعتزاز لموقف إريتريا التاريخي ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني. كما التقى رئيس السياسة بحاكم إقليم دارفور موني أركو مناوي والدكتور التجاني السيسي كل على حدة، وتباحث معهما حول مجمل الأوضاع في السودان وسبل إنهاء الأزمة الحالية. نظم الإرثيون في الدمام وضواحيها في شرق المملكة العربية السعودية مهرجانهم السنوي يوم 27 من نوفمبر. تضمن المهرجان الذي افتتحته القائم بأعمال السفارة الإريترية في السعودية السيدة ويني جيرزغير، تضمن عروض الأطفال وفعاليات فنية وثقافية وعرض للأزياء أعدته الأمهات. وقالت السيدة ويني في كلمتها: إنه في الوقت الذي يشهد فيه الوضع الجيوسياسي في المنطقة والعالم تغيرات وتطورات سريعة، فأن إريتريا تقوم بجهود بناءة لتطوير الشراكات مع دول المنطقة وخارجها على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمي. من جانبه أشاد رئيس الجالية الإريترية بالدمام وضواحيها السيد جبر مسكال كيداني بأعضاء الجالية لمساهمتهم في إنجاح البرامج الوطنية، وذكرهم بتعزيز صفوفهم ووحدتهم. هذا وقد تخلل المهرجان برنامج ثقافي قدمه فنانون بارزون أحمد محمد ود الشيخ وقبر الأول أفورقي بمصاحبة فرقة الرياض الموسيقية. عقد حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروق اجتماعا في منصورة يوم 29 من نوفمبر لبحث دور إدارات الضواحي في تحقيق برامج التنمية وسد النقص في مؤسسات الخدمات الاجتماعية. ودعا ممثلي الشعب عامة وإدارات الضواحي خاصة إلى إدراك مسؤوليتهم والمساهمة الفعالة، لأن برامج التنمية المخطط لها لا يمكن أن تنجح دون المشاركة النشطة للمجتمع. وتم في المناسبة تقديم معلومات من قبل المسؤولين المعنيين حول البرامج المنفذة على مستوى المديرية في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والحفاظ على الغابات والحياة البرية.
وأوضح مدراء الضواحي بأن انخفاض المشاركة العامة في برامج الحفاظ على التربة والمياه ونقص المهنيين الصحيين والمدرسين وانخفاض الالتحاق بالمدارس ومشاكل مياه الشرب في القرى وتأخر بدء خدمات التعليم التمهيدي من التحديات التي تحتاج إلى الاهتمام. وقال السفير محمود أن مساهمة المجتمع هي جوهر برامج التنمية والأمن، داعيا إدارات الضواحي والسكان إلى العمل الجاد واليقظة في السيطرة على الأنشطة غير القانونية وإزالة الغابات وإنشاء آلية لتحصيل الضرائب في الوقت المناسب والاستفادة المناسبة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية القائمة وسد النواقص. وطرح المشاركون تحديد الأراضي المخصصة للزراعة والمراعي بشكل صحيح وإنشاء اللجنة للإشراف على إدارة واستخدام الأراضي الزراعية وحل مشاكل النقل وتعيين متخصصين للإشراف على أعمال البناء والحد من الزراعة المطرية المستأجرة. عقد المجلس المركزي لجمعية المعلمين الوطنية اجتماعا في أسمر يوم 28 و29 من نوفمبر لبحث خارطة طريق 4 سنوات. ناقش الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة التنفيذية والمكتب المركزي وفروع الأقاليم التحسينات التي أجريت في دستور الجمعية في المؤتمر الثامن للجمعية، وبحث بتعمق تقديم التقارير والاحتفال بيوم المعلم ورسوم العضوية وغيرها من الأوضاع. وقال رئيس الجمعية الأستاذ سمعون محاري إن هدف الجمعية تشمل العمل من أجل كرامة المعلمين وحقوقهم ومصالحهم والسعي من أجل نمو التعليم وتطويره وإنشاء منتدى للمعلمين لتبادل الأفكار ومناقشة القضايا الوطنية. وقد وافق المشاركون بعد مناقشة القضايا المطروحة على خارطة الطريق للجمعية للسنوات الأربع القادمة. في غضون ذلك عقد مسؤول تنمية الموارد البشرية في مكتب المراجع العام السيد قبر سلاسي محاري سيمينارا تنويريا يوم 29 من نوفمبر لأعضاء لجنة التدقيق والمكتب المركزي والأقاليم. أعيد تأسيس نقابة المعلمين الإريتريين كجمعية وطنية مستقلة بعد الاستقلال في عام 1991 بموجب المادة 404 من القانون الانتقالي الإريتري، ويبلغ عدد أعضائها حوالي 30,000 عضو وعضوة. أقيمت ورشة عمل في مديرية حقات إقليم عنسبة لتقييم نتائج امتحانات الصف الثامن والثاني عشر الوطني على مستوى المديريات يومي 27 و28 من نوفمبر الجاري. وأكد مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ إدريس عبدو أن الجهود تبذل لزيادة تغطية وكفاءة الخدمات التعليمية وشرح بالتفصيل الاستعدادات لامتحان الصف الثامن والوطني والنتائج التي تم الحصول عليها. وذكر أن نسبة النجاح في امتحان الصف الثامن الوطني ارتفعت بنسبة تزيد عن 11% مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن تعزيز العلاقات الثلاثية ساهم في تحقيق هذه النتائج. وأضاف أن عدد الطلبة الذين حصلوا على الدرجات والدبلومات والشهادات في الامتحان الوطني في ازدياد من الدفعة 34 وحتى 37 للخدمة الوطنية. وحث ممثل امتحان الصف الثامن الوطني في فرع التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ حامد عثمان المدارس حثها على معالجة نقاط الضعف لديها في وقت مبكر حتى يمكن الحفاظ على التقدم الذي أحرز وتعزيزه. وأكد المشاركون على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة النقص في المدارس وتوفير المواد التعليمية الكافية وتقديم المساعدة المشجعة للمعلمين والطلاب وتعزيز التكامل والعلاقات الثلاثية. وقال مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد حامد ورئيس وحدة التعليم الابتدائي بإقليم عنسبة الأستاذ عبد إسماعيل قال إن جودة التعليم في المديرية شهدت تحسنا بفضل الجهود القوية والمراقبة الجادة. يوجد في مديرية حقات أكثر من 16,000 طالب في 60 مدرسة من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية. انخفضت المشاركة في برامج التعليم للكبار بنسبة 28% في مديرية عد أيح وفقا للتقييم الذي تم إجراؤه. قال مسؤول برنامج تعليم الكبار الأستاذ كايري رمضان إن عدد المشاركين في 19 نقطة تعليم تم بناؤها في 9 دارات ضواحي في العام الدراسي 2024 انخفض من 560 إلى 402 هذا العام،
حدد مسؤول خدمات التعليم في المديرية الأستاذ بيان تسفاي نقاط القوة والضعف في البرامج، وحث اللجنة والإداريين على تعزيز دورهم في محو الأمية من المواطنين، وحث المشاركون القرى النائية على تجمعها لأن السبب الرئيسي هو تشتتها. وذكر مدير مديرية عدائية السيد هبتاي تسفاي بدوره أن إدارات الضواحي في المنحدرات الشرقية هي التي تحتاج إلى برنامج التعليم للكبار، وتوجد هناك 109 قرية في 21 إدارة الضاحية تابعة لمديرية عدائية بالإقليم الجنوبي. مشاهدينا الأكارم، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نتابع الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت إيران انضمام قاعدة كردستان العائمة رسميا إلى القوات البحرية للجيش الإيراني، كما تمت إعادة الكشف عن المدمرة سهند خلال مراسم عسكرية خاصة. وشهد الحفل حضور اللواء أمير حاتمي والقائد البحري الأدميرال شهرام إيراني، حيث جرى أيضا تقديم عدد من الزوارق السريعة المطلقة للصواريخ وطائرات مسيرة متعددة الأغراض ومركبات ذكية تحت السطح، إلى جانب أنظمة حرب إلكترونية ساحلية وبحرية وصواريخ ومنظومات معلوماتية متطورة. وتهدف هذه الخطوة وفق وسائل إعلام إيرانية إلى تعزيز القدرات القتالية للبحرية الإيرانية وإبراز التطور التقني المحلي في مجال التسليح البحري. ومن المنتظر أن يسهم إدخال هذه المنظومات الجديدة في رفع الجاهزية العملياتية وتكثيف حضور الأسطول الإيراني في المياه الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ينبغي اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وبالقرب منها مغلقا وسط تصاعد المواجهة مع رئيسها نيكولاس مادورو. وأتى إعلان ترامب فيما تكثف الولايات المتحدة الضغط على فنزويلا من خلال نشر قواتها على نطاق واسع في منطقة البحر الكاريبي، ولا سيما عبر إرسال أكبر حاملة طائرات في العالم إلى المنطقة والتهديد بشن ضربات برية على الأراضي الفنزويلية في إطار حربها على عصابات المخدرات. وسارعت فنزويلا إلى إدانة إعلان ترامب باعتبار مجالها الجوي مغلقا ووصفته بتهديد استعماري. وأورد بيان صادر عن وزارة الخارجية أن فنزويلا تندد بالتهديد الاستعماري الذي يسعى إلى المساس بسيادة مجالها الجوي وتدينه، إذ يشكل عدوانا جديدا مستفزا وغير مشروع وغير مبرر ضد الشعب الفنزويلي. أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون أنه سيتم تجهيز سلاح الجو الكوري الشمالي بأصول عسكرية استراتيجية جديدة وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وجاء إعلان كيم خلال مناسبة للاحتفال بالذكرى 80 لتأسيس سلاح الجو، قائلا في كلمته دون أن يخوض في التفاصيل أنه سيمنح سلاح الجو أصولا عسكرية استراتيجية جديدة وتعهد إلى مسؤوليات جديدة هامة. ولم تستجب بيونغ يانغ لدعوات كوريا الجنوبية لإجراء محادثات بهدف تجنب أي احتكاكات عسكرية محتملة على طول الحدود المشتركة بين البلدين. اتفقت الدول الأوروبية على زيادة الإنفاق على الفضاء على مدى السنوات الثلاث المقبلة بنحو 30% إلى 22.1 مليار يورو، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمحاولة اللحاق بالولايات المتحدة والصين والشركات الخاصة التي تتقدم في سباق الفضاء. وكانت وكالة الفضاء الأوروبية طلبت من الدول الأعضاء وعددها 23 دولة طلبت توفير نحو 22 مليار يورو لتمويل عمليات الإطلاق والأقمار الصناعية وبرامج الأبحاث الأخرى للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك بزيادة من 16.9 مليار يورو في الفترة من 2023 إلى 2025. وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية يوزيف أشباخر بعد يومين من المحادثات الوزارية إنها ربما المرة الأولى في عمر المنظمة القائمة منذ 50 عاما التي تلبي فيها الدول الأعضاء طلب الوكالة وفقا لوكالة رويترز.
مشاهدينا الأكارم، نشرة هذه المساء نختمها بأهم وأبرز العناوين. فخامة رئيس سياسة أفريقيا يجري مباحثات مع الفريق عبد الفتاح البرهان. تنظيم مهرجان الإرثيين في الدمام وضواحيها بالمملكة العربية السعودية. حاكم إقليم القشبركة يتفقد البرامج التنموية في مديرية منصورة. إيران تزيح الستار عن قاعدة كردستان العائمة والمدمرة سهند. ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي وكاراكاس تندد. وزعيم كوريا الشمالية يتعهد تجهيز قواته الجوية بأصول عسكرية استراتيجية. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.